زي ما عندنا صلاح ومرموش في الكورة، عندنا بنات وشباب كتير مشرفين مصر في مجالات كتير ثقافية وعلمية. اللي في الصورة دي اسمها ياسمين يحيى، من قرية المنازلة محافظة دمياط. شركة هاين من الأمريكية اختارت قصتها عشان تتعمل كتاب يتوزع منه 100,000 نسخة على المدارس والجامعات علشان الطلبة يتعلموا منها ويبقوا زيها. ياسمين خدت المركز الأول على العالم في معرض أنتل للعلوم والهندسة من بين 1700 متسابق من 78 دولة مختلفة، والمسابقة دي كان فيها أعضاء كتير بتحكم واخدين جائزة نوبل. أول مرة شخص عربي يكسب الجائزة دي منذ انطلاقها، ودي من أشهر الجوائز اللي معمولة للمسابقات والمشاريع العلمية اللي لسه بتطلع للنور. على الرغم من إن ياسمين عندها 23 سنة، لأن بيتم دعوتها لحضور مؤتمرات عالمية وكبيرة. مصر فيها مواهب كتير متعددة في جميع المجالات، في الكورة، في الفن، في الثقافة. عندنا فرح الدباني، أول مغنية مصرية في أوبرا باريس. عندنا ياسمين كسبت الجائزة العالمية دي. كان عندنا أحمد زويل، وعندنا مجدي يعقوب. عندنا ناس كتير. لو ركزنا بس، مصر دي هتبقى أحسن دولة في العالم، هتبقى أحسن من أمريكا وبريطانيا. مصر هي أم الدنيا. مصر بلد الحضارة، بلد التاريخ. تحيا مصر، تحيا مصر، يحيا رئيسي عبد الفتاح السيسي.